مساء الفل على كل الناس. عدة أحداث رياضية ساخنة هذا اليوم، أولهم النهارده أجريت قرعة بطولة الدوري الأفريقي، البطولة الجديدة اللي هتتلعب هذا العام في شهر أكتوبر، ومشاركة 8 فرق متقسمين تصنيفين، تصنيف أول وتصنيف تاني. أسفرت القرعة عن 4 مواجهات. النادي الأهلي هيلاعب سيمبا التنزاني، أنيمبا هيلاعب الوداد المغربي، صن داونز هيلاعب بترو أتلتيكو، ونادي الترجي هيلاعب مازيمبي الكونجولي. طبعا اصعب المواجهات اللي هتبقى بين النادي الاهلي وسيمبا، اللي القرعه ظلمته وخلت له مواجهه صعبه في بدايه المشوار. سيمبا منافس شرس وقوي وخاصه على ملعبه. سيمبا بيقدم مشاركات متميزه جدا في دوري ابطال افريقيا على مدار السنين اللي فاتوا. سيمبا عنده ملعب من اكبر ملاعب افريقيا، دائما محتشد بالجماهير. سيمبا دعم فريقه باربع او ثلاث لعيبه مهمين جدا. سيمبا طبعا هيزود صعوبه اللقاء ان هو في افتتاح البطوله، فطبعا الانظار والشحن هيبقى موجود، هيبقى لقاء صعب. سيمبا كمان لقاءاته دايما مع النادي الاهلي وخاصه في دار السلام في تنزانيا بتبقى صعبه جدا للنادي الاهلي. اخرهم اللقاء الشهير اللي انتهى من 3 سنين بين النادي الاهلي وسيمبا بفوز سيمبا 2-0، وكان منهم الهدف الشهير القذيفه بتاعت لويس ميكسوني. فان شاء الله ربنا يكرم الاهلي ويعدي هذا المطب الصعب. لكن النادي الاهلي لو عدى المطب الصعب ده للاسف في طريقه مواجهه اصعب ما بين الفائز من صن داونز الجنوب افريقي وبيترو اتلتيكو، وفي الغالب هيبقى صن داونز اللي بقى غريم تقليدي للنادي الاهلي، ودائما في قرعتنا ودائما للمره العشرميه قدامنا دايما لقاء صعب ومواجهه متكرره ومتجدده للنادي الاهلي. لكن القرعه زي ما ظلمت النادي الاهلي بالمواجهات الصعبه دي قدام سيمبا وقدام صن داونز، لو الاهلي فاز نصفته الى حد ما ان خلت النادي الاهلي في حاله تخطيه الدور الاول اللي هو دور الثمانيه والدور دايما تبقى لقاءات العوده في ملعبه. يعني النادي الاهلي هيلاعب سيمبا في دور الثمانيه، لقاء العوده يبقى في القاهره. النادي الاهلي ان شاء الله ربنا كرمه وعدى ووصل للدور قبل النهائي ايا كان المنافس، الاهلي هيلعب لقاء العوده في ملعبه في استاد القاهره. لو الاهلي عدى ووصل للدور النهائي ان شاء الله لقاء العوده هيبقى في القاهره. ودي طبعا دي ميزه نسبيه للنادي الاهلي ان يلعب وسط جماهيره الغفيره وفي ملعبه المفضل. النادي الاهلي القرعه كانت دايما بتيجي وبتظلمه، انه دايما في خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا لما الاهلي كان بيوصل للنهائي دايما بيبقى الاهلي بيلعب بلقاء العوده خارج ملعبه، يمكن باستثناء نهائي القرن اللي بين النادي الاهلي والزمالك، لان الفريقين كانوا مصريين وهو كانت مواجهه واحده فطبيعي انها اتلعبت في استاد القاهره. فيما عدا ذلك كل لقاءات الاهلي كانت دايما بتبقى خارج ملعبه، واخرهم يمكن لقاء الوداد بتاع النسخه اللي فاتت من دوري ابطال افريقيا اللي برده كان في المغرب. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله انه يحصد اللقب الغالي عشان يشرف بان هو يحصل على النسخه الاولى لهذه البطوله، مكسب 2.5 مليون دولار. بطوله قويه ان شاء الله النادي الاهلي يضيفها لخزائنه الممتلئه والعامره بالبطولات. النادي الاهلي حصل على 5 بطولات هذا العام، ان شاء الله البطوله السادسه في الطريق ان شاء الله لما يلاعب اتحاد العاصمه في كاس السوبر في نص شهر سبتمبر ان شاء الله في السعوديه، يعني بعد كام يوم، اسبوعين تقريبا. وان شاء الله تبقى البطوله السابعه دوري الافريقي، وان شاء الله تبقى مشاركه متميزه وميداليه ان شاء الله في اخر بطولات هذا العام لما يلعب في كاس العالم انديه في السعوديه ان شاء الله في شهر ديسمبر بامر الله. كل التوفيق للنادي الاهلي يا رب. طبعا برضو فيما يخص النادي الاهلي طبعا كان عنده 4 لعيبه. روي فيتوريا مدير الفني منتخب مصر كان اختارهم لمعسكر المنتخب اللي هيلعب لقاءين قدام اثيوبيا، لقاء رسمي لكنه في نهايه التصفيات، وكده كده المنتخب صعد لبطوله افريقيا، واللقاء الودي قدام تونس. فكانت حاصله مشاكل بين النادي الاهلي وبين اتحاد الكره وجهاز المنتخب. النادي الاهلي كان عايز لعيبته موجودين معاه استعدادا للقاء بتاع السوبر قدام اتحاد العاصمه، ومش شايف مبرر ان المنتخب متمسك بلعيبه في لقاء تحصيل حاصل مع اثيوبيا او لقاء ودي قدام تونس، ما تسيبوا اللعيبه معايا. لكن المنتخب كان متمسك باللعيبه بقياده روي فيتوريا اللي طبعا بيقوده الكابتن حازم امام الحاكم بامره في اتحاد الكوره. فطبعا النادي الاهلي كان بيقول ما انتوا يا جماعه سبتوا لعيبه نادي الزمالك في بطوله افريقيا اللي فاتت دي، سبتوه عشان لاعب مركز شباب من تشاد في الدور 64 وخرجتوا اللعيبه من معسكر المنتخب عادي وما كانش فيه مشاكل. لكن المنتخب برضو كان متعنت وكان في حاله عنده قدام النادي الاهلي وعقبات اختراق عقبات قدام النادي الاهلي، الفرقه الوحيده اللي مشرفه مصر في كره القدم. لكن ربنا حلها من عنده لما الكابتن محمد صلاح النهارده بلغ المنتخب انه مش عايز يشارك في لقاء اثيوبيا، وقال لهم اعفوني من لقاء اثيوبيا خليني معاكم في لقاء تونس. فطبعا المنتخب لقى نفسه قدام حرج بالغ، ما يقدرش يعمل حاجه قدام محمد صلاح طبعا، امين طبعا على كلامه. فطبعا انت باين بقى ازاي وافقت لمحمد صلاح انه ما يشاركش، وقبل كده طلعت لعيبه الزمالك، اشمعنى بقى النادي الاهلي اللي انت واقف قدامه وعامل فيها ال7 رجاله؟ فطبعا المنتخب لقى نفسه في موقف حرج جدا وهيبان قوي التعنت قدام الاهلي. فالنهارده النادي الاهلي تلقى وعد شفهي من جهاز المنتخب ان لعيبتكم هتلعب معانا مباراه اثيوبيا وبعد كده نسيبها لكم، مش عايزينها معانا في ماتش تونس، يبقوا موجودين مع النادي الاهلي في استعداداته وفي مشاركته في لقاء السوبر ان شاء الله قدام اتحاد العاصمه.
اخر حاجه طبعا كان فيما يخص الكابتن محمد ابو تريكه امير القلوب. طبعا كان جماهير تشيلسي، عشاق تشيلسي في الدول العربيه كانت صبت جام غضبها على كابتن محمد ابو تريكه، اللي كان استنكر ان فرقه زي تشيلسي مدعمه بلعيبه بمليار جنيه استرليني، ومع ذلك ادت اداء مغزي جدا في الثلاث لقاءات السابقين في الدوري الانجليزي. فاستنكر هذا الكلام وكلم نوع فيه تريقه ان الفرقه ما فيهاش نجوم وازاي انت بتعمل كده، والمشوار ده ما بينش باي خير في اللي جاي. فطبعا عشاق تشيلسي في الدول العربيه، الناس اللي هي مواليد لندن على راي كابتن محمد ابو تريكه، او مواليد ستانفورد بريدج على راي العبد الفقير الى الله، كانت بقى هجمه ابو تريكه هجوم ضاري، وازاي وطردوا ابو تريكه من بين سبورت، وازاي ابو تريكه يتكلم على تشيلسي، ولا ابو تريكه عشان بيحب مانشستر سيتي فمنحاز ضد تشيلسي. فوجهه النظر بتاعت محمد ابو تريكه ثبتت صحتها للمره الثانيه. تشيلسي النهارده بيلاعب نوتنجهام فورست على ملعبه. نوتنجهام فورست غلب تشيلسي 1-0 في ستانفورد بريدج. استمرار الاداء المخيب للامال من نادي تشيلسي. نادي تشيلسي لعب 4 لقاءات حتى هذا اليوم، كسب لقاء وتعادل لقاء وخسر لقاءين، وبيحتل المركز ال11 في الدوري الانجليزي. ثبتت صحه وجهه نظر الكابتن محمد ابو تريكه، اللي بيقولش كلام اعتباطا. الكابتن ابو تريكه اي حد فاهم في الكوره مش منحاز ضد ابو تريكه ولا عنده اي اراء سلبيه عنده. لو شافها بمنتهى الحياد هيلاقي الكابتن محمد ابو تريكه من احسن المحللين الموجودين في الوطن العربي الحالي. لو نشوف تحليلاته قبل اللقاء وتحليلاته بين الشوطين هنلاقي ان ابو تريكه دايما كلامه بيبقى صح في سير مجريات اللقاء، في التغييرات، في التبديلات. فزائد ان اللعيب عنده خبره كبيره، اسطوره عربيه وافريقيه، فلما بيقول كلام كله لازم يستمع، لان ده ابو تريكه يا جماعه. وبصرف النظر عن اي حاجه ابو تريكه يقول اللي هو عايزه، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في اتخن حيط. السلام عليكم.